التالتة شمال بتهز جبال، وبقى راسه جايين يشجع الأبطال. فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. أبوس رجليكوا كفاية برونزية. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جنب برنامجكم بالكوره مع ميجا. والنهارده كانت مباراه ربع النهائي بين الاهلي وسياتل ساوندرز الامريكي، انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف للنجم قفشه. القضيه ممكن القضيه الثانيه النهارده يا جماعه في الدور ربع النهائي، قفشه بيحطها في الجون والنادي الاهلي بيتاهل للدور نص النهائي لملاقاه ريال مدريد. وعلى الجانب الاخر الهلال هيلاعب فلامينجو البرازيلي. التالتة شمال بتهز جبال، والأهلي بيشجع الأبطال. فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قديم. بس حلو الماتش النهارده يا محمد؟ وايه رايك في الماتش؟ كان حلو. مين اللي جاب الجول بتاع الاهلي؟ قفشه العلامي يا قفشه. العالمي يا قفشه. شكرا يا حاج محمد. الماتش النهارده يا محمد؟ ايه رايك في الماتش النهارده؟ حلو. مين اللي كان احلى يعني؟ الشوط الاول كانوا هما احسن، بس احنا في الشوط الثاني كنا مستحوذين عليهم احسن. وقدرنا نخلص المباراه. وقفشه هو اللي جاب الجول. جول قفشه حلو؟ قاضيه ممكن ولا مش قاضيه؟ القضيه الثانيه. احسنت. ازيك يا احمد؟ بس اللي شفت الماتش؟ اه احسن واحد في الماتش النهارده كان مين؟ احسن واحد في الماتش كان قفشه. العلامي قفشه. القاضيه ممكن. القضيه ممكن. شكرا للرجاله. كسبان. لا ما خلاص بقى، ما احنا بعد ما شفنا اراء جماهيرنا الظريفه دي والصغيرين والشباب الاهلاوي الصغير ده، الاهلي بدا المباراه النهارده بمحمد شناوي حراسه المرمى، عبد المنعم ومتولي قلبي الدفاع، ومعلول باك شمال، ومحمد هاني باك يمين، وفي نص الملعب الثلاثه الحريفه بتوعنا ديانج والسوليه وحمدي فتحي. انما النهارده خط الهجوم بالكامل كان مختلف عن المباراه الماضيه، وكان بيلعب في طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكهربا. وزي ما الجماهير قالت النادي الاهلي لعب مباراه الى حد ما تكتيكيه في الشوط الاولاني الدفاعيه، ولكن في الشوط الثاني كان الاداء مغاير جدا من جانب النادي الاهلي، اللي قدر يستحوذ على الشوط الثاني من بدايته الى نهايته لحد الدقيقه 88 لما جت الكوره لقفشه وشاطها لوب، جت من فوق الحارس في العارضه ورجعت تاني لقفشه اللي شاطها شوطه كده احنا حسينا ان هو بيشوطها بيخلص منها يعني، لكن قامت خبطه في لعيب وقامت داخله في الجون. القضيه ممكن 1-0 للنادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي اللي مشرفنا للمره الثامنه في كاس العالم للانديه، والف مبروك لكل اللعيبه النهارده اللي عملوا مباراه عالميه ومباراه ممتازه جدا جدا تكتيكيه من الدرجه الاولى. وكولر بيثبت لنا كل يوم او يوم عن يوم انه مدير فني بدرجه فنان ومبدع. النادي الاهلي ولا اروع. الف مبروك لجماهير الكره المصريه، ولا شكرا لكل الجماهير المغربيه اللي بتؤازر النادي الاهلي كانها بتشجع فريق مغربي. وجود لك لفريق الوداد اللي خسر النهارده من الهلال بضربات الجزاء في سوء حظ سيء جدا جدا. كانوا كسبانين 1-0 لحد قبل نهايه المباراه بثواني، جه عليهم ضربه جزاء ودخلت جون وكان هدف التعادل، وبعد كده لعبوا وقت اضافي وانتهت المباراه بضربات الجزاء 4-3، وكان الوقت الاصلي انتهى 1-1. نشوفكم ان شاء الله بعد 3 ايام ومباراه النادي الاهلي وريال مدريد ومباراه الهلال وفلامينجو البرازيلي في الدور نص النهائي لكاس العالم للانديه. اصدقائي وحبايبي اتفرجوا على حلقاتي، يا ريت الحلقه تكون عجبتكم واشوفكم حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.